بعد كام شهر من نكسة 67 طلع إبراهيم شاهين على مكتب الحاكم العسكري الإسرائيلي في سيناء وطلب تصريح ليه ولمراته انشراح موسى عشان يسافروا القاهرة. قالوا له تعالى بعد كام يوم، وفعلا راح في الميعاد، بس ما لقاش التصريح وفضل كل يوم يروح يسأل عليه لكن مفيش فايدة. وفي مرة اتعصب وفضل يزعق ويقول فين التصريح فين التصريح. فخرج له ضابط إسرائيلي اسمه أبو نعيم وعرف منه مشكلته وإنه مش قادر يروح يشوف أولاده اللي سايبهم عند أخوه في القاهرة، وكمان قال له الأكل خلص في البيت. أبو نعيم عمل متأثر باللي قاله له إبراهيم واداله شوال دقيق وكام كيس شاي وسكر. إبراهيم شاهين طلع على مراته فرحان وقال لها خلاص التصريح هيطلع، بس برضه كل ما يروح يسأل يلاقيه ما طلعش، لحد ما لقى استدعاء من مكتب أبو نعيم، ولما وصل قال له التصريح هيطلع بس هتاخده بشرط تقول لنا أسعار الفاكهة والخضار في القاهرة. إبراهيم قال له بس كده بسيطة قوي، ده أنا هجيب لك أسعار كل حاجة وأنا راجع. وكان ده الاختبار الأول للتجنيد. وتاني يوم راحت عربية جيب عسكرية لحد بيته وطلبوا منه يجي مكتب الأمن، وهناك كان مستنيه ضابط إسرائيلي اسمه أبو يعقوب اللي رحب بيه كأنه واحد صاحبه، وفضلوا يتكلموا وقت طويل. أبو يعقوب حس إن إبراهيم عارف المطلوب، فقال له أنت تروح على بئر 7 المكان اللي موجود فيه المكتب الرئيسي للأمن. وطلع على هناك وطلبوا منه بشكل واضح يجيب أي معلومات يقدر يوصل لها، وادوله $1000 وخد دورة تدريبية اتعلم فيها الكتابة بالحبر السري. ولما رجع البيت ومعاه $1000 مراته سألته الفلوس دي منين؟ فقال لها بلغت عن مكان فدائي مصري فادوني مكافأة وهاخد التصريح كمان كام يوم. الست قالت له جدع. إبراهيم سألها بس دي مش تعتبر خيانة؟ قالت له لا لا لا، ما هو كده كده كانوا هيمسكوه. ويوم 19 نوفمبر سنة 1967 وصل التصريح وإبراهيم راح القاهرة، والحكومة ادته شقة مجانا في حي المطرية ورجعوه وظيفته، وابتدى يتعرف على الناس وكل معلومة يسجلها بالحبر السري هو وانشراح ويبعته للموساد، وكل جواب مكتوب في نهايته تحيا إسرائيل العظمى. ولما الفلوس كترت إبراهيم قرر يدور على غطا يأمن بيه نفسه، فاشتغل في تجارة الملابس والأدوات الكهربائية، ورسايله كانت بتوصل لمكتب الموساد في روما باستمرار، فاستدعوه عشان يقابلوه هو ومراته. وسنة 68 سافر إبراهيم وانشراح لروما وقابلوا مندوب الموساد اللي اداهم وثيقتين سفر إسرائيليتين باسم موسى عمر ودينا عمر، وركب الخاين ومراته الطيارة من روما لتل أبيب، وفي إسرائيل قابلوهم زي الأبطال، وإبراهيم خد رتبة عقيد في الجيش الإسرائيلي وانشراح ملازم أول. ولما رجعوا مصر كانت مهمة إبراهيم وانشراح يصوروا المصانع والمدارس والقواعد العسكرية والمصانع الحربية ويجهزوا خريطة تفصيلية للمكان ويبعتوا للموساد وجيش الاحتلال يضربها. ومعظم العمليات اللي نفذتها إسرائيل ضد أهداف في العمق المصري كانت بمساعدة الخاين ده ومراته. وبعد كده فكروا يوسعوا النشاط، والمفاجأة إنهم قرروا يجندوا ولادهم عشان تكون أول عائلة جواسيس في العالم. وفعلا ولادهم محمد وعادل ونبيل اشتغلوا معاهم. بعدها معارفهم كترت خصوصا من ضباط الجيش والطيارين، ومهمة العيال كانت التجسس على زمايلهم من أبناء الضباط. وفضل الحال على كده لحد ما كانوا متجمعين في يوم بيتفرجوا على تلفزيون وشافوا فيلم تسجيلي عن جاسوس اتمسك وشنقوه. كلهم خافوا وترعبوا ووقفوا كتابة التقارير، بس الحال ما عجبش انشراح، فسافرت روما وقابلت أبو يعقوب وحكت له عن القلق اللي هم فيه، فحاول يهديها وخدها يسهروا ويشربوا. الصبح لقت نفسها عريانة في سريره، وابتدت علاقتهم الجنسية تزيد في كل زيارة بعد ما الشغل رجع تاني. وفي أواخر سبتمبر سنة 1973 انشراح كانت في روما عشان تقابل أبو يعقوب، والزيارة طولت لحد ما قامت حرب أكتوبر وهي هناك. ويوميها أبو يعقوب دخل عليها بيعيط وبيقول إسرائيل هتنتهي. انشراح هدته وخدته في حضنها ودخلوا السرير. وبعد الحرب فضل الجواسيس شغالين، وإبراهيم سافر إسرائيل وادوله أحدث جهاز لاسلكي في العالم، لكن ده كان سبب وقوعه في إيد المخابرات المصرية. إبراهيم شغل الجهاز وبعت منه أول رسالة، لكن مصر وقتها كانت جابت جهاز سوفيتي متطور جدا اسمه صائد الموجات، والجهاز لقط إشارات اللاسلكي، والمخابرات اتحركت عشان تمشط المنطقة اللي جاي منها الإرسال، لكن ما قدروش يوصلوا لإبراهيم. وتاني مرة فتح فيها الجهاز المخابرات
حددت مكانه. وفي يوم 5 أغسطس سنة 1974 اتقبض عليه، ومن أول لحظة انهار وقال أنا غلطان بس جوه كافر. اتنقل إبراهيم لمقر المخابرات، والضباط فضلوا موجودين في البيت مع أولاده منتظرين وصول انشراح لأنها كانت مسافرة. وأول ما دخلت البيت لقت رجالة المخابرات في وشها، ومن كتر خوفها عملتها على نفسها. واتحكم على إبراهيم وانشراح بالإعدام وولادهم بالسجن. الحكم اتنفذ في إبراهيم، والرئيس السادات خفف الحكم على انشراح بضغوط من الإسرائيليين. وبعد كام سنة سافرت هي وولادها على إسرائيل، وهناك خدوا الجنسية وبقوا يهود. وقصتهم اتعملت في مسلسل السقوط في بئر سبع، كان من بطولة سعيد صالح وإسعاد يونس. وعاشت انشراح لحد ما ماتت السنة اللي فاتت في تل أبيب، واتدفنت على الشريعة اليهودية.